ازيكم عاملين ايه يا سلانكاتيه؟ معلش احنا ايه هنطول كتير، يعني احنا هنتكلم كتير بقى، وهيبقى فيه ابتدى ايه، هيبتدي بقى النوش بقى وقلة الأدب. فاهم؟ قلة الأدب اللي بيحصل في الملعب يعني. اه دلوقتي الأهلي خسر من فلامينجو اللي بالسوداني، فاهم؟ 4-2. يعني فاهم؟ ربك يريد يفضل العبيط. تمام، يا ربك يريد يفضل العبيط على طول. انت ايه اللي انت عملته ده؟ بعيد عن المدرب خالص، المدرب ملوش دعوة. برغم كام نقط كده اللي هو انا مش معاه في حوار اللي هو يريح، انا مش عارف تريح ليه، انت في نص الموسم. انت لا مؤاخذة يعني مش عندك ويك اند ده؟ مفيش اللعيبة مريحة، ما عندكش ضغط مباريات، ده انت كله عمال يتأجل لك. فدي الغلطة الوحيدة اللي اتكلم فيها في حوار. انت بتريح اللعيبة ليه وتدي فرص ليه؟ فلامينجو ما تستقلش بيه، برغم هو فريق عبيط وجاب اجوان ضربتين جزاء وكرة من استاذ اليو ديانج. انا مش عارف انت، يعني انا نفسي اعرف انت يعني لو بصيتها بظهرك عملت واحده بكعبك، لكن انت لا في وشه بتبصيها له يعني. ماشي يا عم، ماشي غلطه، بس ده وقته. ده وقته ايه التركيز؟ يعني انت ده بتنزله في التبديل مكان حمدي فتحي، بتبدله بحمدي فتحي، وينزل اليو ديانج عشان يمسك لك كوره ايه، عشان يلعب لك كوره في الوقت اللي انت خسران فيه فرق اتنين، فرق واحد قصدي، اللي انت يعني اليو ديانج وايه يا محمد شريف ده. انا معاك اللي هو الاهلي كان بيلعب الريال وخايف، في اوكلاند سيتي برضو كان خايف. لا العيب ولا في الريال ولا في الفرقه دي كلها، العيب فيه. يعني هو يعني ايه انت اصلا كوره واخدها قدام الجون واستلمها براحته، وكمان يركنها بيمينه وشاطها بشماله وكمان مريحها كده وبين انت ليه عايز تجيبها من تحت يعني؟ انت مريحها ليه؟ مش فاهم. يعني انت الكرة دي عبد القادر لعبها لك، انت استلمت وريحت ومحدش ضغط عليك، كان جبت جون التالت وريحتنا من الدماغ. انا خلي بالك الناس كانت بتتفرج على الماتش، خلاص هي مش شايله هم، خلاص هي زهقت يعني، فاهمني؟ انت خلاص البرونزيه انت اكتر واحد بتاخدها، فاهمني؟ ويعني ايه انت توصل يعني 8 مرات وما توصلش نهائي خالص، برغم عندك سكواد كويس، فرقه كويسه تلعب. هتقول لي اما بتلعب مع اوروبا وبتاع، ماشي. الكرة بتاعت ريال مدريد قفشه اصل الموضوع ده مستفز، انا ابتديت هقلق يعني. كور تضيعها تعرف خلاص هيخش فيك فرق اتنين وفرق تلاتة ايه ده يا عم ده؟ انت ميزة فلامينجو اللي هم قدام الجون ما ضيعوش الكورة. تمام. آه اللعيبة مالها، انا معاك برضو اللي فاهم خالد عبد الفتاح اتطرد وبتاع، بس انا مش شايفها برضو يا جماعة. انا مش شايفها برضو اللي هو يخلي الفرقة تتوتر. انت بتلعب كويس، يعني انت ده بعد ما اتطرد، انت دلوقتي شريف جات له الكوره. هو ايه الحوار ده؟ انت ايه مالها الاداره يعني؟ انا قلت لك يا عم العيب مش في المهاجم، العيب مش في المهاجم. ليه؟ عشان كنت في وقتها بشوف الاجنحه ما بتعملش صناعات للمهاجم، ما بيجيلوش كور. اهي جات له الكور، يبقى العيب في ايه؟ الناس بقى بتسمع بقى ايه ليه يا جماعه؟ برضو اصل احنا برضو بنغلط وبنعمل. فالاداره يكون ليها عندها شوافه كده، شوافه. هتجيب لي مهاجم؟ انت اهو بتلعب مع فرقه ايه يا دوبك ايه بتقول عليها برازيل، انا مش عارف خدت الكوبا، كوبا الليبرتادوريس دي خدتها ازاي. ها وبالحب. انت الهلال اهو هيلاعب ريال مدريد في النهائي، خلاص واخد فضيه، مش فارقه معاه، كده كده هو كده كده عارف اللي هو خسران، ولو كسب هيبقى اول مش عارف فرقه عربيه. قال يا عم ربنا يسهل لهم ويلعبوا ماتش تاريخي. بس انت ليه ما بتعملش كده؟ ليه ما انت، ده انا نفسي الاهلي يفكر بدل في الاستثمارات بتاعت النادي بيفتتح في مش عارف في ايه، النادي بيفتتح ايه. طلع هو بقى دلوقتي الترند بتاع اللي احنا عايزين مهاجمين، طلعوا هم صح. يا عم ما تسمع لهمش، بس انت شواف عارف العيب في ايه. انا دلوقتي انا مش فاهم دلوقتي الاهلي عايز ايه، ويعني ايه لاعب ينزل اصلا ويغلق ويباصي كرة زي دي؟
زي اليو ديانج ده. انا ده اكتر واحد بحس اللي هو تقيل على الكوره وتحس اللي هو ايه، لاعب اجنبي محترم. الاقيه يعمل لي كوره زي دي؟ طب ماشي سيبك من دي، انت لو الكوره بتاعت شريف دي كانت دخلت ايه النظام، ايه الدنيا؟ النهارده عبد القادر عمل احسن ماتش في الموسم كله بتاع موسم 23 من اول السنه، احسن ماتش ليه قدام فلامينجو. يعني ما بيعرفش يعمل ماتش عدل قدام البنك الاهلي، يعمل لك قدام فلامينجو. انا شايف اللعيبه دماغها تعبان، وايه الكوره يعني الواد بيستفزك في، يعني انت خلاص جالك 14 وقت اضافي، انت ايه الواد بيستفزك وانت ايه راح تتخانق وتعمل لي ومش عارف ايه على ياسر ابراهيم واللعيبه؟ هو ده وقته؟ ما هو بيستفزك، هتقول خلاص ما الماتش فرق 2. ايه مش فاهم في حوار زي ده؟ اضربوا كسروا بعد الماتش يا عم. حد هيكلمك بعد الماتش؟ ده يعني فاهم حاجة كده يعني، فاهمني؟ مش محتاجة أصلا نطلع للاستوديو نتكلم فيها، حاجة كده منرفزاني. هو النهاردة في حاجات غريبة أصلا بتحصل، أنا مش عارف في إيه. سلام.